ولا يحلى الكلام إلا بذكر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم يا جماعة في الطعام والجمال ده؟ ايه رأيكم؟ ادوني رأيكم بقى كده على السريع. بنص كيلو عملت القمر ده بيتزا بال يعني مش هقول الحواوشي، بصل وتوابل يا جماعة، وشريحة بانيه، شريحة والله العظيم شريحة. عملت بيها القمر ده شوية بصل وشوية فلفل وشوية طماطم. تمام يا حبايبي. عجنت البيتزا بتاعتنا المعتادة اللي عندي على القناة. طبعا انتوا عارفينها، نص كيلو دقيق، معلقة خميرة، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة سكر، رشة ملح، وشكرا على كده. اعجني، وبعد ما تعجني بمية دافية، بمية يا جماعة، هتروحي حاطة معلقة زيت في الاخر تلمي بيها العجينة. وزي ما انتوا شايفين حضراتكم، شايفين الجمال، شايفين حلاوتها. ما خدتش مني 10 دقايق على بعضها تخمير و10 دقايق تطيب. شوفوا يا جماعة، شوفوا تطيبها، اوريكم تطيبها كده من تحت. شوفوا الجمال. بيتزا دي ولا مش بيتزا بتاع المدارس. توفير التوفير. دي لو حبيتي تجيبيها من المخبز مش هتبقى بالنظافة دي ولا الجمال ده ولا الكمية دي، وهتلاقيها بمبلغ وقدره. ليه تتعبي نفسك وتشتريها بالغالي في الأوقات اللي هي يعني الحمد لله الناس كلها بتعاني منها في الغلا؟ وفري ودبري في بيتك ولجوزك ولأولادك، واعملي أحلى بيتزا تلمي بيها أولادك وتشرفك قدام جوزك، وهتعجبهم جدا جدا. يا رب الفيديو ينال إعجاب حضراتكم. لايك وشير ومتابعة حلوة للقناة. تقولوا لي بتابعوني من بلد ايه؟ بحب متابعتكم وبحب تعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني أقدم لكم كل جديد. مع السلامة، واستودعكم في أمان الله.